تعرفون شيء؟ الجهاز هوت 30 من شركة انفينكس صار تقريبا 10 ايام من استخدمته. الجهاز بذاكرة 256 جيجا بايت بسعر 200 ألف دينار، والذاكرة ال 128 جيجا بايت بسعر 173 ألف دينار. شنو السبب اللي خلى هذا الجهاز بهيج مواصفات؟ هذا الجهاز يجي بمعالج مقبول، بالإضافة إلى ذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت للذاكرة ال 256 جيجا بايت، و8 جيجا بايت للذاكرة ال 128 جيجا بايت. هذا الجهاز اتصور متوهمين به، لازم اكو خلل. صرت انه ادور شنو الخلل بهذا الجهاز وشنو السبب اللي خلى سعره 200 ألف دينار. بعد ما تعرفت على هذا الجهاز شفت المعالج مالته جي 88، وشفت بموضوع ثاني انه سرعة الشحن 33 واط، بالاضافة الى انه الجهاز يجي بسماعة استيريو، يعني راح يساعدنا بمشاهدة الافلام والالعاب، راح يكون عندنا صوت منتظم. بالاضافة الى شكل الجهاز متموج من الخلف، راح نشوف بعض الانعكاسات اللطيفة اللي راح تكون بالخلف. كملحقات للجهاز يجي ويا الجهاز شاحنة بقدرة 33 واط، كيبل الشحن من نوع تايب سي، وهيدفون 3.5 ملم، وكفر جلاتين. شاشة الجهاز بحجم 6.78 انش من نوع IPS LCD بجودة فول اتش دي بلس، راح تكون ب 90 هرتز. اما بالنسبة لسطوع الشاشة 600 نتس. اكيد مثل هي الجهاز يعتبر اقتصادي، لكن بسبب المعالج والذاكرة راح نقول عليه من الفئة المتوسطة. معالج الجهاز ميدياتك جي 88 ب 12 نانومتر، وبهذا الجهاز يتواجد محسن الالعاب دارلينك الجيل الثالث. هذا الجهاز سلس بالالعاب، انطاني 60 فريم بلعبة البوبجي. كاميرا الجهاز الكاميرا الخلفية بدقة 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة 1.6. اما بالنسبة للكاميرا الامامية 8 ميجا بكسل. لما صورنا بالجهاز شفنا الصور مقبولة وجودة عالية. تصوير الفيديوهات تنطينا 1080 30 اطار بالثانية. اما بالنسبة لبطارية الجهاز راح تكون بطارية الجهاز 5000 ملي امبير، وبقدرة شحن 33 واط، يعني خلال نص ساعة راح توفر عندك 55%. اما من ناحية حماية الجهاز فراح تكون بصمة الوجه زائد بصمة الاصبع مدمجة مع زر الباور الجانبي زائد رمز القفل. اذا تسألني شنو رأيك بالجهاز راح يكون جوابي اشتريه بدون تردد. اما بالنسبة لالوان الجهاز فراح يتوفر الجهاز بثلاث الوان، اللون الابيض واللون الاسود واللون الاخضر.